رجعنا لكم فيديو جديد عن قناة تحدي المعلومات مع ماما والأولاد. قبل ما نبدأ تيجي ناخد حصتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متنسوش يا أصحاب تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في تحدي جديد من تحدي المعلومات مع ماما والأولاد. وطبعا التحديات الدين هتبقى اكتر حاجة متواجدة معانا لان هي بتجيب البركة، وانا بحب معلومات الدين تكون اكتر حاجة في دماغ اولادنا، فيا رب نكون خفاف على قلبكم. ويلا بينا نبدأ الأسئلة. طيب نبدأ بآدم. طيب يا آدم، ما هو الكتاب السماوي الذي أنزل على النبي موسى عليه السلام؟ سهلة قوي. الإنجيل، قصدي القرآن. غلط. القرآن نزل على سيدنا محمد. غلط. أقول قول يا ياسين. التوراة. برافو عليك يا ياسين. ماشي. سؤال لحمزة. ما هو أول طعام أهل الجنة؟ طعام أهل الجنة أول حاجة هتاكلها في الجنة. جبت الحوت. صح، برافو عليك. كده 1-0. طيب السؤال الجاي لياسين. يا ياسين، من هو أول خليفة في الإسلام؟ أبو بكر الصديق. برافو عليك. 1-1. السؤال لآدم. يا آدم، ما هي اللغة التي أنزل الله بها القرآن الكريم؟ العربية. برافو. 1-1. 1-1. طب السؤال لحمزة. ما هي أطول سورة في القرآن الكريم؟ البقرة. سقفوا له. طب السؤال لياسين. سورة البقرة 3 أجزاء. أين نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول مرة؟ غرفة. 2-2-1. لا، الدور على آدم. يلا يا آدم، نعم. ما هو أول ركن من أركان الإسلام؟ الصلاة. لا، الشهادة. الصلاة. لا، الشهادة. خسران. انت كده 1. لا، ما ينفعش. يلا هحسبه لك صح بشرط لو قلت لي أركان الإسلام الخمسة. لا، أنت عارف. الشهادة. الشهادتين. برافو. الصلاة. الصلاة. الذكاء. والزكاة. بنعمل إيه في رمضان؟ والصوم. برافو. والصوم. ها؟ والحج. والحج. الحج. ماشي، أنا هحسبها لك صح. ماشي، يبقى 2-2. السؤال لحمزة. من هو النبي الذي كان يعمل حدادا؟ كانت شغلانته الحدادة. نوح. غلط، هو داود عليه السلام. طيب السؤال لياسين. ما هو اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؟ الطور. جبل الطور. برافو عليك. 3-2-2. ماشي. السؤال لآدم. ما هو لقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين. برافو عليك. شطور. 3-3-2. ماشي. السؤال لحمزة. أين أسرى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مدينة منورة. لا، غلط. مسجد الأقصى. على فكرة الأسرى بيه يعني يا حمزة رحلة الإسراء والمعراج. ما أسروا بيه وخدوه للأقصى وهو نايم ورجعوه تاني. طيب السؤال لياسين. يا ياسين، كم عدد سور القرآن الكريم؟ 114. برافو. طب السؤال لآدم. يا آدم، سؤال سهل أوي. من هو خاتم الأنبياء والمرسلين؟ سيدنا محمد. برافو. الحمد لله. 4-4-2. يعني حضرتك ماشي. السؤال لحمزة. يا حمزة، كم عاما استمرت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة؟ اخلص. 10 أعوام. غلط. ليه؟ هي 13 عام. أنا جبتها. ماشي. السؤال لياسين. من هو النبي حاجة صعبة. الذي سمى كليم الله؟ موسى. موسى. برافو عليك. كده كام؟ 5. 5-4-3. لا 2. ماشي. عجيب. السؤال لآدم. يا آدم، سيدنا موسى كان بيكلم الله كان بيكلمه عن موجة الطور. طب يلا. يا آدم، من هو النبي الذي بنى الكعبة مع ابنه؟ عيسى. ولا
غلط. سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل. برافو. إبراهيم أيوة. غلط يا حمزة. طب يا آدم قصدي، يبقى زي ما احنا. 5 4 2. طيب السؤال اللي جاي بقى لحمزة. يا رب أكسب. يا حمزة، كم عدد أركان الإيمان؟ 6 طبيعي. برافو عليك، حافظهم؟ مش قوي يعني. أنا أقول اللي عندي. قولي اللي عندك. الإيمان بالكتب السماوية، الإيمان بالرسل، الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر واليوم الأول، برافو. والإيمان إيه؟ الصلاة. بس أنت شاطر. ماما والله هو كنت في أنا- ركنين أنا يا حسبتها ربنا لك سبحانه صح. وتعالى. ماشي. السؤال لياسين. أين ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتولد فين النبي؟ مكة المكرمة. برافو عليك. 6 4 2. برافو. طيب السؤال لآدم. في أي شهر يا آدم نزل علينا الصيام للمسلمين؟ شهر إيه اللي إحنا المفروض نصومه كله؟ شهر احنا بنصوم فيه ماشي. رمضان. برافو. طيب رمضان، ما أنت شاطر أهو. طيب السؤال لحمزة. 5 6. يبقى 6 5 2. 3 5 6 3. 2. السؤال لحمزة. ما هو المكان الذي اختبأ فيه الرسول وصاحبه أبو بكر؟ غار ثور. برافو عليك يا حمزة. 4 ماشي 6. ماشي. 4 5 6. 4 5 6. ماشي. سؤال ياسين. من هو النبي الذي أمر ببناء السفينة؟ إبراهيم عليه السلام. نوح. برافو. أيوة نوح طبيعي. والله. طيب السؤال لآدم. يا آدم، نعم. من هو اسم الملك الذي ينفخ في الصور؟ جيب ميكائيل. إسرافيل. إسرافيل. برافو عليك يا حمزة. ما هو عدد الأنبياء الذي ذكروا في القرآن؟ ذكر في القرآن 25. برافو يا حمزة. يعني كده 5 5 7. 5 5 7. سؤال ياسين. من هو أول نبي أرسله الله للبشرية؟ جدا. ماشي. أنت حبيبي. إيه؟ سيدنا آدم. سيدنا آدم. برافو عليك. 3. كده 8. 8 5 5 ما كنتش 5. هتعرفها يا آدم. لا أعرفها. صح. ماشي يا آدم، هديك سؤال نص نص. أنا واثقة إن أنت عارف. من هو النبي اللي دخل في بطن الحوت؟ يونس. سيدنا يونس. برافو. 6 5 6 وفي رسالة جدا يا أصحابي. طيب يا حمزة، كم عدد الملائكة الذين سيقومون بسؤال الإنسان في القبر؟ 2. ملكان. برافو يا حمزة، شاطر. أيوة عشان طيب سؤال لياسين. يا ياسين، ما هو أول مسجد بنى في الإسلام؟ مسجد قباء. برافو. 9. ماشي. وأنا سؤال لآدم. يا آدم، نعم. ما هو عدد مرات ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ 6 مرات. لا 5 مرات. لا 4 مرات. هم 4 مرات. وبكده تكون خلصت حلقة الأسئلة الدينية، ونيجي لفقرة القصة القصيرة. عندك قصة يا ياسين؟ قصة ايه؟ قصة الرسول والهرة. طب احكي عنها. الرسول علي صوتك. الرسول مرة كان نايم على جزء، فالقطة جت نامت على عبايته، فالرسول مرضاش يصحيها، فقطع جزء من عبايته اللي هي نايمة عليه وحطها. بعد ما صحيت جاب لها طبق ميه عشان تشرب منه. بعد ما شربت اتوضى من الطبق اللي هي شربت منه واعتبرها طاهرة، اعتبر المية طاهرة واتوضى منها. فده يعرفنا يا اصحابي ان لما نلاقي قطة ما نضربهاش ونأذيها، لا، ممكن يكون دي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى عشان يعرفنا حاجة. فده يعلمنا يا اصحابي اننا احنا نتقي الله. هل تعلم يا أصحابي أن النبي بتاع النبي يعني واحد 4 كيلو؟ تخيل بقى الفيل عنده كام دم؟ يبقى كام كيلو؟ 100 كيلو. عنده كام كيلو في بقه، صح؟ ودي كانت المعلومة العامة من حمزة. ودي كانت حلقتنا النهاردة في المعلومات الدينية. يا رب تكون عجبتكم، وإن شاء الله بإذن الله استنوا مننا تحديات كتير وألعاب كتير، ويا رب نكون خفاف على قلبكم، وانتظرونا في تحدي جديد. انتظروني أنا وينلي.